السلام عليكم. البروبلم بتاعت النهارده اسمها permutations. يقول لي given an array nums of distinct integers, return all the possible permutations. You can return the answer in any order. بيقول لي a permutation is an rearrangement of all the elements of an array. الاري اللي عندي مثلا في الأول هتكون 1 2 3، هعيد ترتيبها بحيث تكون مرة 1 2 3، مرة 1 3 2، مرة 2 1 3، وهكذا. وكل مرة بعيد ترتيبها بحيث أجيب كل الأشكال الممكنة للأري دي من المسائل المشهورة في الباك تراكنج. كان في مسألة عملناها قبل كده شبهها شوية اسمها next permutation، بس دي كان بيديني permutation معينة ونجيب اللي بعدها. دي ملهاش علاقة بالباك تراك، دي algorithm كده بشويه حسابات بنعملها ونطلع بيها البرميوتيشن الجاي. ولكن هنا عشان نحسب كل البرميوتيشنز احسن طريقه ليها الباك تراك. الباك تراكنج هنا هيكون شكله عامل ازاي؟ هنعمل في الاول 2 اريز، واحده فاضيه دي هتكون الريزلت، والثانيه دي هتكون array used. الاري used دي هنعملها بالنمز دوت لينث اللي هي الاري اللي هناخدها كانبوت، وهنملاها بقيم فولس. دي هتعبر لي عن هل انا استخدمت الاليمنت الحاليه ولا لا. ممكن تشوف برضو الاول قبل ما ندخل اكتر في الالجوريثم نفسها. ده يعتبر المثال اللي كان هنا ده بس متوضح كرسمه. في الاول انا عندي اري فاضي، من الاري الفاضيه دي انا عندي المفروض الانبوت 1 2 3، انا هاخد مرة 1 ومرة 2 ومرة 3. البرانش بتاع الواحد ده هيفضل عندي 2 3، مرة هاخد بعد الواحد ده 2 ومرة هاخد بعده 3. البرانش ده بتاع الاثنين مرة هاخد معاها الواحد، مرة هاخد بعدها 3. البرانش بتاع الثلاثة ده مرة هاخد الواحد، مرة هاخد الاثنين. فأنا في كل برانش بشوف الانبوت عندي ايه، واخد في كل مرة اليمنت مختلف. يعني من هنا خدت مرة ده ومرة ده ومرة ده، فطلع عندي 3. لأن أنا كان عندي في الأول 3 اليمنتس، فطلع 3 برانشز. كل برانش هيتفرع منه 2، لان انا هيبقى عندي فاضل فيه 2 elements. هنا مثلا 2 و3، هنا 1 و3، هنا 1 و2. وفي الاخر خالص من هنا فاضل element 1 نحطه، ومن هنا فاضل element 1 نحطه، ومن هنا فاضل element 1 نحطه، وهكذا. هيطلع في الاخر كل النودز اللي في الاخر دي الحل بتاعي. نمثلها ازاي بقى كحل في الباك تراك؟ هنا دي فانكشن انا عاملها بديها الباث ده اللي انا بمشيه كل مره من ما عنديش اري خالص او عندي اري فاضيه ما فيهاش اي حاجه لغايه اري كل مره شكلها مختلف. وطبعا في اي باك تراكنج الجوريثم لازم يبقى عندي بيس كيس، لان انا بعمل ريكيرجن، فلازم البيس كيس اللي توقف لي من اني افضل شغال اكتر من اللازم. فالبيس كيس هنا هتكون if path.length equal nums.length. هنعمل push للباث ونعمله بالسبريد اوبريتور هنا بحيث يتعمل له push كاري بشكل مظبوط. اللي انا هعمل له push ده هيكون permutation معين. طيب اجيب البرميوتيشنز نفسها ازاي؟ انا هلوب من الزيرو للnums.length وهعمل كونديشن اول كل لفه هقول له if اليوزدفول اي، لو انا استخدمت الاليمنت الحاليه اللي انا عندها دلوقتي اعمل كونتينيو. مش عايز استخدم في كل مره نفس الاليمنت، استخدم في كل لفه اليمنتس مختلفه. وهعمل للباث دوت بوش النمز اوف اي واخلي اليوزد اوف اي بترو، واعمل الريكيرجن بتاعي باك تراك في الباث الحالي اللي انا عنده، وبعدها باث دوت بوب يوزد في الاي ايكوال فولس. دي هتعمل لي ايه؟ دي وكاني بقول له في كل مره الاليمنت اللي انت عنده ده اللي هو النمز اوف اي مره هتاخده معاك ومره لا. مره هتاخده معاك يعني نعمل يوز اوف اي بتساوي ترو ونعمل له بوش للباث، ومره ما ناخدوش يعني نعمل له بوب لان احنا عملنا له بوش هنا ونرجعه بدل ما كان بترو هيبقى بفولس. ان دي كده طبيعه الباك تراك. نعمل هنبرانش زي ما كنا موريين في الصوره من شويه، مره الاليمنت ده هيتعمل له بوش ويبقى اليوزد بتاعه بترو، مره ثانيه هيتعمل له بوب ثاني يبقى وكانه ما اتعملوش بوش خالص ونرجعه بفولس. وده هيجيب لي كل الاحتمالات الممكنه للبرميوتيشنز اللي انا عايز اكونها. وفي الاخر استدعي الباك تراك ابصلها الري فاضيه وارجع في الاخر الريزلت. لو جربنا نعمل سبميت هيدينا اهو. ممكن ده حل اسرع شويه بس انا مش شايف في فرق قوي ويعتبر نفس الحل، بس ما علينا. هو ده يعتبر الحل المعروف يعني مفيش اي اختراعات فيه. في كمان بروبلم بعد permutations اسمها permutations 2. هما الاثنين حرفيا يعتبروا نفس الحل بس مع اختلاف صغير خالص. بيقول لي هنا given a collection of nums that might contain duplicates. ده اللي هيخلي الحل هنا مختلف شويه. return all possible unique permutations in any order. فاول اكزامبل اللي معايا مديني النمز ب1 1 2. الاوتبوت هتكون نفس الاري او
1 2 1 او 2 1 1. والاكزامبل 2 يعتبر نفس اكزامبل 1 في البروبلم اللي فاتت اهو، لان ممكن يكون في elements متكرره وممكن لا. طيب بروبلم زي دي هنحلها ازاي؟ فاول واحده الاليمنتس كانت يونيك، الانتجرز اوف نمز ار يونيك. هنا ممكن يحصل فيه تكرار، فحاجه زي دي هنتعامل معاها ازاي؟ هو حرفيا نفس الحل، كوبي بيست، حلين مع بعض اهو جنب بعض، هو نفس الحل بالظبط، مفيش فيه اي اختلاف غير حاجتين، والحاجتين دول هم اللي هيحلوا لي حته التكراريه. اول حاجه انا هعمل سورت للاري بتاعتي، هعمل نمز دوت سورت، والسورت في الجافا سكريبت عشان بيبقى مختلف شويه فهنعمله بالشكل ده، هنبص له A و B والريتيرن هيبقى A minus B. دي طريقه السورتنج في جافا سكريبت. وجوه الفور لوب بتاعت الباك تراكنج هنا في الاخر خالص بعد ما البوب واليوزد اوف اي ايكوال فولس هعمل اللوب دي. اللوب دي عشان عملت في الاول سورت فكل الاليمنتس المتكرره هتكون جنب بعض. كون انهم جنب بعض معناها ان انا لو انا عندي اليمنت اهو ممكن اعمل اللوب دي، اقول وايل الاي بلس 1 اقل من نمز دوت لينث طول ما انا جوه حدود الاري، والنمز اوف اي ايكوال نمز اوف اي بلس 1 طول ما انا جوه حدود الاري، والرقم اللي انا عنده بيساوي الرقم اللي بعده، فده معناه ان في تكرار، اعمل بلس بلس او اي بلس بلس. يعني ده هيفضل يسكيب لي الارقام لغايه لما اوصل لاخر رقم متكرر في الجروب اللي انا عنده. يعني لو مثلا عندي 3 وحيد وانا عندي اول واحد فيهم بالشكل ده مثلا، هيقول ده ايكوال ده فاعمل اي بلس بلس، ده ايكوال ده فاعمل اي بلس بلس، ده ايكوال ده لا، انت كده عند ده دلوقتي. فبعد ما يعمل الاي بلس بلس الاخيره دي هو واقف هنا، بعد كده هيرجع عند الفور لوب يعمل اي بلس بلس تاني، فيبدا من جروب تاني. وده الهدف هنا، عايزين نشيل اي تكرارات ونتعامل بس مع الاليمنتس اللي مش متكرره، هم دول اللي هرجع استخدمهم كل مره. انا هستخدم من الاليمنتس المتكرره عادي في البوش هنا، وان انا اعمل يوزد اوف اي بتساوي ترو الكلام ده، لكن بعد ما اعمل الباث دوت بوب واليوزد اوف اي بتساوي فولس لا، لازم اسكيب الاليمنتس المتكرره بحيث الحلول بتاعتي تكون يونيك. هي دي الفكره كلها، لان انا لو ما عملتش الخطوه دي هيطلع عندي permutations كتيره شبه بعض. ممكن حتى نشوف مع بعض الحته دي، لو جينا نبص هنا permutation دي هي دي، والpermutation دي هي نفسها دي، ودي هي نفسها دي. كل permutation اتكررت مرتين، لان انا خدت الواحد دي كاليمنت ابدا بيها 4 مرات، وكان المفروض اخدها مرتين لان هي متكرره مرتين، فالمفروض اكررها في الاول مرتين بس بنفس عدد وجودها، ما كررهاش هنا 4 مرات. فالحل اني زي ما عملت هنا الوايل لوب دي هي اللي هتحل لي المشكله. لو جينا نعمل سبميت، اول حل اهو يعتبر نفس الحل اللي احنا عاملينه بالظبط، مفيش اي اختلاف قوي. وبس كده، شكرا.